امام ايه؟ حط كوره حلوه قوي. جميل. امام بس ما بيرقصش برجليه، بيرقص بدماغه. طق طق، رقص الجول بدماغه. الجول حلو لان الكتاب بيقول الكوره جايه من الشمال حطها في الشمال. هو عمل ايه؟ راح عامل الجول ان هيعملها كده وراح عاملها كده. لكل من في القناه على فكره في ناس بره الكواليس كانت بتدعي بقلبها، مصريين وغير مصريين كل الجنسيات. وانا اول ما دخلت من باب القناه بالتوفيق ان شاء الله موجودين في دور ال 16. فمش ادخلتوا الفرحه بس لمصر، لا ادخلتوا الفرحه للجميع. عاوزكم بس تشوفوا احاسيس الكابتن ياسر عبد العزيز، الناس اللي موجود بره ورا الكاميرات، في توانسه، في جزائريين، في مغاربه، في كله. فالصراحه مصر دايما هي مصدر السعاده للجميع. الكبير كبير، الكبير كبير، ومصر دايما كبيره باولادها، بمدربها الوطني، مدربها المصري اللي لها انتقاد وحملات فانت ترد يا حسام في الملعب. فانت رديت يا كابتن حسام، معلش انا بشيل الالقاب. فانت كابتن كبير وقعدت المدرب الوطني والمصري للواجهه مره اخرى، للواجهه مره اخرى. احنا عندنا اولاد يشرفوا، اولاد على اعلى مستوى، مفيش حد بيهم بخل. قلنا بقى ميسي، عاوزينك يا ميسي. فماتش للتاريخ ودور ال 16 ان شاء الله للتاريخ، ولكل الولاد الف 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 مبروك. بهذا الانتصار المهم في دور ال 32 الجميع سعيد هنا حتى في الاستوديو. للمره الاولى كابتن محمد ابو تريكه يغني في الاستوديو التحليلي على الهواء مباشره. كابتن محمد ابو تريكه يغني ويطبل على طاوله التحليل. حتى محمد في الكواليس بقول لك الكابتن ياسر قال لي صوتك وحش. لا اصطلاح حلو الصراحه. جميله جميله. ده احساس المشجع، احساس المشجع. انا هنا مش محلل ولا لعيب سابق، انا مشجع. انا مشجع، انا بوصل للناس احساس المشجع. وبعض الاحيان في بعض الناس تزعل من الاحساس ده، اللي يقول لك المشاهد له حق انه يحلل لي. مصر والاهلي استثناء، لان انت بتعيش المباراه بكل تفاصيلها، بكل احاسيسها وبكل مشاعرها. اسمح لي اعلق تعليق على هذا الموضوع. انت شخصيا لديك علاقه مميزه مع الجماهير المصريه، سواء كنت في الاهلي او حتى مع المنتخب، فلهم تاثير كبير عليك كلاعب. طبعا. ما هو انا قلت لك ان في نعم ربنا سبحانه بيديها لك كتير. نعم لعيبه الكره اللي عندنا خاصه في مصر، انه يقدر يدخل الفرحه لكل البيوت، لل 120 مليون. دي نعمه. الحاجه الثانيه الجانب الذهني والنفسي، انا اشيد بالجانب الذهني والنفسي للاعبين ككل. او هقول لك كذا حاجه. اولا احنا يعني مثلا ده الهدف الحلو بتاع امام عاشور، وشرحناه وقلنا ان هو بيرقص براسه زي ما بيرقص برجليه. وبعد كده الفاول اللي ملوش لازمه اللي اتكلمنا عليه، هدف التعادل. هاني محمد هاني هينافس على الهداف ولا ايه يا هاني؟ ركز يا هاني. فالحاجات الذهنيه دي مع انه كده ما تاثرش، ده جانب ذهني محمد هاني. التسديد في ضربات الجزاء، كل المسددين بتوعنا رايحين عارفين هيعملوا ايه، عارفين هيعملوا ايه، مفيش واحد متردد. سام دي ضربه الجزاء بتاع صلاح، دي حاجه ما يعملهاش الا ابو صلاح. وحارسهم الكابتن اللي نزل. ما انا قلت لك سام عبد المجيد ما شاء الله عليه. لكن بروده اعصاب في تنفيذ محمد صلاح. كل اللعيبه ركله الجزاء الصراحه، كل اللعيبه مركزين. اختيارهم يحسب للكابتن حسام. محمود صابر ما لعبش، ما لمسش الكوره ودخل اول واحد. رامي ربيعه، صلاح، حسام. فالصراحه المسددين بتوعهم ما شاء الله عليهم، الثبات النفسي والانفعالي بتاعهم على اعلى مستوى. ده تجهيز ان مين اللي بيسدد وعارف تحركات الحراس المرمى. فالمنظومه ككل بتشتغل، مش سايبه حاجه للصدفه. ربك سبحانه وتعالى بتاخد بالاسباب يديك التوفيق. فهم موفقين عشان بياخدوا بالاسباب، لان في مجمل الاربع اشواط اللي احنا شفناهم الفريق الافضل مصر، واحنا ركبناهم الجيم او رجعناهم للمباراه نتيجه اخطائنا، نتيجه ان احنا في بعض الاحيان ما كناش كويسين. انما لما كنا بنلعب لعبنا وبنستحوذ وبنعمل، فضيعنا. مرموش هتجيب امتى جوال؟ ضيع واحده في بدايه الشوط الثاني كانت ريحتنا. فما علينا ان المباراه مبروك ليكم. عاوزين بقى حاجه زي ما قلت، ده انجاز فوق الانجاز. احنا بقى اللعيبه المصريه ما بتخافش من حد، مع احترامي للجميع. يعني تلعب كوره عاوز تتصور مع ميسي بعدين، انما احنا هنلاعب بطل العالم ان شاء الله، في انتظار مين اللي هيكسب من الارجنتين والراس الاخضر. انما ده انجاز كبير، حقهم يفرحوا لانهم بذلوا مجهود كبير كبير. الكابتن حسام حسن في تصريح يعتبر شجاع
عند الانتصار لم ينسى الشعب الفلسطيني، أهدى الانتصار للشعب الفلسطيني الذي كان دائما مؤازر لكرة القدم المصرية وللشعب المصري وأيضا للنجوم المصريين. من جانب آخر كابتن محمد أبو تريكة مرتبط كثيرا بهذا الموضوع على وجه الخصوص. هذه شجاعة كبيرة من كابتن حسام حسن في أن يذكر الشعب الفلسطيني في هذا التصريح بعد الانتصار. احنا تربينا على القضيه الفلسطينيه. الشعب المصري ككل 120 امشي في الشارع كده تلاقي الواد الصغير اللي لسه مولود يقول لك فلسطين، نحرر فلسطين، قضيه فلسطين، ده قدر مصر. مصر كبيره الامه، فده الطبيعي وكويس. انا بشكر الكابتن حسام لان في ساعه الفرح الناس بتنسى. كان ممكن يصرح عن المباراه فقط. لا انا زي ما قلت لك احنا شفنا الاغاني قبل الماتش، اغاني الناس بتعاني في غزه، اغاني تشجيع لمنتخب مصر، اغاني تشجيع، الناس بتعيش اباده وفرحانه بالمنتخب مصر. ده قدر الكبير ودي نعمه كبيره للاعيبه منتخبنا خاصه، ان انت بتقدر تفرح مش مصر بس، انت بتفرح كل الدول العربيه وكل الدول الموجوده. انت بتمثل قاره كبيره، القاره الافريقيه. فزي ما هو قال كده دي ملحمه الجميع مشارك فيها، لاعبين بجمهور بجهاز بكله. فالتاريخ ده يدرس، التاريخ اللي احنا بنشوفه ان انت تدخل الفرحه على الصغير وعلى الكبير، على الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي والبورسعيدي وكله، كل المحافظات. العلم الوحيد اللي موجود هو علم مصر، الاحمر ابيض اسود، النسر موجود، الفرحه دي موجوده. فده نعمه كبيره، وده اكبر من نعم اللي انعم ربنا سبحانه وتعالى على لعيبه منتخب مصر، ان انت تقدر تفرح الصغير والكبير بجول، بترقيصه، بتاريخ، بانتصار. فالفرحه دي فرحه صادقه، فرحه صادقه. فالحسام عمل ملحمه، حسام واللعيبه الموجودين ملحمه، ما فيش حد بخل، هي كله بيبذل مجهود، كله بيضحي. فربنا سبحانه وتعالى لما بتاخد بالاسباب يكرمك ويوفقك، انما تقعد وتتواكل محدش هيعبرك ولا حد هيجي يقول لك انت عملت ايه. فالنجاح هو اللي بيتكلم عن نفسه، الاداء هو اللي بيتكلم عن نفسه، الروح الموجوده، الغيابات والاصابات. اللعيبه ما دخلتش في اولها اجواء البطوله، ما لعبتش 3 ماتشات دخلت. كريم حافظ اتصاب، لعب تريزيجيه باك ليفت او وينج ناحيه الشمال. حسام عبد المجيد امتى ينزل في نص الملعب؟ لما نزل في نص الملعب وبعد كده غيروا كابتن حسام وغير نظام اللعب، رجعوا 3. فلا، الاداء الكبير والكل بينسى انت اهلاوي ولا زملكاوي، لا كله بيمثل منتخب مصر. عشان كده بنشوف الفرحه الموجوده، الاجواء وكل الشوارع كلها هتلاقي ال 120 بره، لان زي ما قلت لك الناس بتحب الكوره، الناس بتعشق منتخب مصر طالما هو صادق، طالما اللعيبه بتبذل مجهود. فهل اللعيبه بذلت مجهود؟ بذلت مجهود. هل اللعيبه قدمت كوره حلوه؟ كوره حلوه. فهتبص هتلاقي الجيل ده دخل القلوب على طول. احنا عندنا ذوق في كره القدم، ذوق. الشعب المصري عنده ذوق، بيقدر التضحيات والمجهود واللعبه والحرفنه. فدي حاجه كبيره مميزه وللجميع. فاعتقد النهارده يوم تاريخي، ده يوم من اسعد ايام حياتي. انا لعبت في منتخب مصر كتير ولعبت مع النادي الاهلي، انما ده يوم من اسعد ايام حياتي كمشجع ومشاهد لمنتخب مصر، اللي انا حسيت بالفرحه فعلا، فرحه المشاهد والمشجع. ازاي منتخب بلده قدر يكسب ويوصل لدور ال 16 في بطوله كاس العالم. ده حلم كان يراودنا الكثير، فالجيل ده حقق لنا الاحلام. فاعتقد انه نجاح كبير وملحمه كبيره تحسب لهذا الجيل. وأنا سعيد بأن أكون متواجد في أسعد يوم في حياة كابتن محمد أبو تريكة في ماجيكو وعلى راسي من فوق. شكرا كابتن محمد. عبد العزيز، انت عارف هو عمره ما توتر وهو بيلعب، يعني هو بيلعب كان هادي، ما كانش فيه توتر. صحيح. النهارده اول مره اشوفه متوتر كده صراحه. فالحمد لله ان اللعيبه وكل اللعيبه. تعرف شنو الغريب كابتن أحمد؟ بأن أنا عملت استديوهات كثيرة مع كابتن محمد أبو تريكة. المرة الأولى في حياتي أشاهد هذا التوتر، كمية التوتر لكابتن محمد أبو تريكة. أنا سألته قلت له أنت أكلت حاجة اليوم؟ قال لي لا والله ما أكلت. الحين إحنا وصلنا تقريبا ليوم جديد وكابتن محمد أبو تريكة صايم. فاللي اعتدت على كابتن محمد أبو تريكة إنه يصوم تقريبا أو يمتنع عن الأكل والوجبات
قبل الهواء، مش صح يا كابتن؟ عاده غالبا يعني اسمع اشرب على الهواء. احنا بنلعب احنا في المنتخب يا عبد العزيز بنلعب لما حد يبقى متوتر بيبصيله هو الكوره، عشان هو الهادي، هو اللي بيظبط الامور في الملعب. ولكن اليوم النهارده صراحه اول مره اشوف متوتر كده، ولكن اللعيبه الحمد لله فرحونا كلنا اليوم، يعني زي ما كابتن محمد قال، هو يوم سعيد على كل الجماهير المصريه وعلينا كلنا. لكن هو فك التوتر بالغناء والتشجيع للمنتخب المصري. هيلا هيلا هيلا، ايوه منتخبنا ما فيش زيه. كمان حضراتكم من جديد. بصراحة أنا ما كنت عارف إن الكاميرا تصور. انا ما اعرف. استنى، انت كنت قاعد هنا بتعمل ايه؟ سعد. نعم. انت كنت قاعد هنا على الارض بتعمل ايه؟ صراحة توتر كبير. بصراحة فرحة كبيرة صراحة. ايوه لا فرحة ما انا قلت لك كبيرة. طبعا. يعني أنا بصراحة دخلت الاستوديو متوتر. وأنت عارف يا كابتن محمد، أنت عارف صح؟ ايوه لأن المنتخب المصري يوتر الجميع صراحة. يعني كأنه منتخب بلادي يلعب في هذا اللقاء. انا قلت لك ما مصر بتلعب كأن كل الدول العربيه بتلعب، ودي برضو ميزه ان مصر داخله قلوب الجميع، مش في الكوره بس، في كل المجالات. فدي زي ما قلت ده قدر الكبير. فاعتقد ان ده النجاح الكبير للولاد، وانا عاجبني الهدوء اللي بيتعاملوا بيه بصراحه. عملية نعم. في وقت لسه في وقت. في وقت. عايزين نتفرج بقى على ميسي نشوفه بيعمل ايه. عايز يذاكر تحركات ميسي. بقول لك ايه، انا اتفرجت على ماتشات ميسي كلها، في عيب خطير. اولا انا قلقان بالفار، ادي واحد. اثنين، هو ما بيحطش التيشيرت في الشورت. ده العيب الوحيد. ده عيب ميسي الوحيد. ده لو حط تيشيرت في الشورت يا كابتن ايه اللي هيحصل؟ يعني يدخلوا له الفانيلا في الشورت، يعني بالظبط ايه اللي هيحصل؟ بعد نلعب عليه. دخلوا له الفانيلا في الشورت. انجاز تاريخي يا اولاد، انجاز تاريخي ان احنا ان شاء الله ربنا كرمنا ووصلنا لدور ال 16 في انتظار بقى من يفوز من الارجنتين والروسلان. دعونا ننتقل لنشاهد افراح استمعنا لامام عاشور يوجه رساله للكابتن محمد ابو تريكه خاصه بين سبورتس للحديث وتوجيه رساله مباشره للكابتن محمد ابو تريكه. هو عايز يشوفك، فلازم يجي الدوحه يشوفك ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين هو احسن من ابو تريكه، انت بقيت احسن من ابو تريكه. لا ده قدم بطوله كبيره، ده جاب جولين في كاس العالم. هو فكر عالي، هو فكر عالي. النهارده بدا ناحيه اليمين، جناح ناحيه اليمين. في البطوله دي لعب جناح يمين، جناح شمال، في العمق لعب جنب مروان. في كل المراكز اللي لعبها كان مميز فيها. هو ما شاء الله عليه. هدف بلجيكا اعطاه ثقه كبيره. دفع. وهيلا هيلا هو منتخبنا ما فيش زيه. صوت رائع. بعد واحده، اخر واحده. لا خلاص بقى تعبت. وصلنا لختام هذه التغطيه مشاهدينا.